يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديده. ولو الوصفه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. السمك المقلي والسخينه الصعيدي او السمك بالصلصه. احنا عندنا في بحري بنقول عليه سمك بالصلصه، في قبلي بيقولوا عليه سخينه السمك. احنا هنبتدي كده ونقول بسم الله ونصلي على النبي. انا معايا كميه من السمك البلطي متنضف ومغسول كويس بالليمون وبطنه مدعوكه بالليمون وحاجه فله كده ان شاء الله. وكميه من الرز ايا كانت الكميه بتاعه الرز، انت بتضيفي عيار الميه فوق مستوى الرز بعقله صباع. في اي حاجه العيار ده مش هيخيب معاكي ابدا. بضيف عليه الملح بتاعه وبضيف عليه الزيت وبرفعه على النار. اول ما بيتشرب الميه وينشف كده بروح حاطه شياطه ومهديه عليه النار خالص، وكده خلصنا الرز. نيجي بقى للسمك. السمك اللي انا هحطه في الصلصه او اللي هنعمل بيه السخينه، ايه يعني انا هاخد احتياجي، هشوف انا هحتاج كام سمكه بحطهم على جنب لاني مش بحدقه. السمك بقى اللي هيتقلي هو اللي هيتحدق. انا جبت كميه كده من التوم وقشرتهم ودقتهم في الهون، يعني بتنعميهم على قد ما تقدري، وبنزل عليهم بالكمون والكزبره وربع كده من الشطة. الكمون والكزبرة انا حطيت يعني عيار معلقة صغيرة كده واحدة من الكمون والكزبرة وربع شطة. لو مش حابة الشطة بلاش خالص. والملح بتاعي بضيف بقى الملح. انا حطيت تقريبا كده معلقة ونص من الملح. مش بستعمل الفلفل الاسود في تتبيلة السمك المقلي، لو انت حابة ضيفيه تمام. وبمسك السمك بتاعي سمكة سمكة بشقها بالطول كده زي ما انتوا شايفين، كل السمك بشقه بالطول كده تمام. بيبقى السمك بقى معايا بحدقه طبعا بيوصل للحم من جوه الخلطة بتاعت التتبيلة اللي انا عملتها للسمك تمام. كله بعمله كده بنفس الطريقة، وبدعك بقى من جوه بالتتبيلة بتاعتي في البطن كده بتاعت السمك، بس بطن السمك بس. ولو فات شوية بروح رشهم كده على السمك واروح مقلباه وبعصر عليه ليمونتين. حابه تزودي في الليمون لا زودي، احنا كده كده لما بنيجي ناكل لازم بنعصر برضو عليه ليمون مع الاكل لما بيستوي. خلاص كده انا خلصته. احنا طبعا متفقين ان الفتره اللي احنا بنسيب فيها السمك متحدق يعني ما تتعداش ربع ساعه، مش اكتر من ربع ساعه يا جماعه، عشان السمكه من جوه ما تلاقيش لونها غير معاكي وتحسي ان هي زي الدايبه كده، لان الملح طبعا بيدوبها. نيجي بقى للتسبيكه بتاعت السخينه او سمك بالصلصه. بتجيبي صينيه كده، اي صينيه عندك، وتنزلي بشويه الزيت وحوالي بصلايه كده كبيره حلوه، لو صغيره خليهم 2. ببشرها بشر ناعم وبحطها على الزيت كده وبحطها على النار بتتقلى بقى. ده اللي لازم يتقلى ليه البصل. انا فرمه مع البصل ده حوالي 4 فصوص توم. نزلت بقى بكيس صلصه من اللي انا بفرزه. بحط بقى عليه ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود، وحابه تضيفي شطه ضيفي، مش حابه خلاص هي كده تمام. يعني هو من كل حاجه تقريبا كده معلقه صغيره تمام. برفعهم بقى على النار لما تتسبك كده وخلاص والبصلايه بتاعتي تستوي. السمك بقى اللي انا هحطه مع التسبيك انا مش بحطه طري، انا بعمله في الدقيق كده واقليه كاني بقلي سمك عادي، بس هو مش متحدى. طبعا انا معايا دقيق ومعايا نشا، لكل كوبايه دقيق معلقتين نشا. خلاص بقلبهم بقى كده مع بعض وانزل فيهم بالسمك. انا جهزت مقلايه فيها زيت ويدوب هلكت السمك في الدقيق كده، وانزل في الزيت بتاعي على النار. زيت السمك ما تنزليش باي حاجه هتقليها في زيت بارد، لازم الزيت يكون مقدوح كويس. انا هرصه كده على صينيه على ما اخلص الكميه كلها وابتدي اقلي بقى. انا بقلي هو في الاول طبعا علشان احطه في صينيه الصلصه على ما السمك التاني يشرب كده من التتبيله بتاعته. بنزل بقى في الزيت السخن الغزير طبعا بالسمك وبرفعه على النار واقليه على نار عاليه عادي. طبعا في نفس الصينيه اللي انا كنت عامله فيها السمك الاولاني مش متحدق بحط السمك التاني. بصوا بقى
حته ان يطلع معاكي السمك مقرمش، في ناس بتقول احنا بنعمله كده، نحطه في الدقيق وننزل في ميه ساقعه وبعدين نحطه في الدقيق وننزل لا، ولا تعمل ولا اي حاجه من دي خالص، ده وجع قلب اونطه كده. بصي يا ستي، هتجيبي صينيه حلوه كده عندك وتروحي لته السمك في الدقيق زي ما انت شايفه. انا مش بسيب انا نسيت اقول لكم معلش اعذروا، مش بسيب التتبيله جوه السمك لان طبعا التوم ممكن ينزل مني في الزيت وكده. انا بخلص الكميه كلها وبروح حطها على صينيه زي ما انتم شايفين كده، وهي بتندي لوحدها، تيجي تقلي تلاقيه بصي مقرمش وتحفه. ايه طبعا احنا نضفنا مكان الدقيق. السمك بتاعي اللي انا احطه في صينيه خلص، بنزل على طول الصينيه اتسبكت. لو انت حابه الصلصه تكون زياده تمام، بروح بحط بقى ايه صلصه كده على السمك من فوق، املاه كده وبعدين اسيبه بقى يقعد يبكبك كده مع نفسه. ايه ما بياخدش 5 دقايق لان السمك طبعا مش بيتحمل. حابه بقى ان انت تدخليه تحت الشوايه في الفرن تمام. إيه مش حابه خلاص، انا بعمل الصلصه كلها كده لان طبعا انا ما حدقتوش، انا مش عايزاه يبقى حامي. كفايه ايه علينا التقليه بتاعه التسبيكه. إيه طبعا انا برفعه على النار وبجهز بقى السمك اللي يتقلي. التاني طبعا طالع تحفه يا بنات لان انا لتيته في الدقيق وركنته هو مع نفسه بقى بيندي نفسه، بدل ما تقعدي تنزلي في ميه ساقعه ولا كلام من ده خالص. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفه عجبتكم واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث، باي باي.